في البلد بتاعتنا بيقولوا في واحدة غرقت في الترع زمان، ومن ساعتها اي حد بينزل الترع بيختفي ويلاقوا جثته تاني يوم على وش المية. كنت دايما اسمع القصص دي وانا صغيرة لما اسافر مع بابا البلد. كنت بخاف منها جدا، لدرجة اني كنت بخاف اعدي من جنب الترعة، وخصوصا بالليل. اصلا القرية بتاعتنا دي غريبة جدا، ناس بتغرق واراضي بتولع، لدرجة ان في ناس كانوا بيقولوا ان القرية بتاعتنا دي ملعونة. لما كنت بحكي لماما اللي بسمعه كانت تقولي ما تخافيش، دي مجرد قصص عشان يخوفوا بيها العيال، عشان ما يعدوش من جنب الترعة لحسن حد يقع فيها ولا حاجة. لحد ما حصل لي اللي حصل. صحينا في يوم على صوت ناس كتير بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حصل ازاي ده يا جماعة؟ وكلام كتير من النوعية دي. الصوت كان جاي قريب من الترعة. الكلام ده كان بعد الفجر بشوية. جرينا ناحية الصوت وفعلا لقينا ناس كتير ملمومين حوالين حاجة مش شايفاها. ايه الشيء اللي هم محوطينه وعمالين يضربوا كف في كف كده؟ بس شفته، جثة طفل صغير. ايوه، كان قدي تقريبا، وشه ازرق ومنفوخ وشكله كان مخيف جدا. بابا حط ايده على عينيا قبل ما يشدني، بس كان الوقت اتأخر لاني شفت كل حاجة. فضلت يومين ما بنامش من ساعة ما شفت جثة الولد ده. يمكن كنت بحلم بيه كمان لما بنام، وبيقولوا ان البنت اياها خدته. ناس كتير قالوا كده، حتى سمعت بابا وعمو شكري صاحبه وهما بيتكلموا في الموضوع ده. بابا كان بيقوله اننا هنسافر ومش هنكمل اجازتنا، وعمو شكري كان شكله مقتنع جدا. ولما اخدوا بالهم اني شفتهم، عمو شكري قال لي اوعي تروحي هناك عند الترعة يا ريهام، خليكي بعيد عنها. وفعلا من ساعتها وانا بقى عندي فوبيا من الترعة. لحد ما في يوم نزلت اشتري حاجة بالليل، وانا مروحة شفت بنت ماشية لوحدها. ثانية واحدة، دي طلعت هنا اختي. فضلت انادي عليها وهي رايحة فين في الوقت ده، ما كانتش بترد عليا، فاضطريت امشي وراها. فضلت امشي لحد ما لقيتها راحت عند الترعة. جسمي اتشل ثواني قبل ما اكمل عشان الحقها، بس لما بقيت عند الترعة بالظبط ما لقيتش حاجة، كأنها اختفت. بس انا سمعت صوت كأن حد بيخبط في المية، وصوت مكتوم. قلبي اتقبض وكنت خايفة. قربت ناحية الصوت عشان اشوف حاجة غريبة. شفت جسم ولد صغير او بنت مش باين، كأنه في المية وبيحاول يخرج. جسمه محطوط في المية بالعافية. ممكن تكون ثانية واحدة، انا شايفة ايدين. انا شايفة ايدين شخص بيحاول يغرق الطفل ده. ما كانش باين في الاول بسبب الجلابية السوداء اللي لابسها، بس شفته لما قربت اكتر. جسمي كان بيرتعش، بس شكل الطفل اللي بيغرق كان صعب. فزعقت وانا بقول انت بتعمل ايه؟ سيبه. ساعتها ايده ارتخت شوية فعلا عشان الطفل يقدر يرفع راسه ويتنفس. كانت بنت صغيرة. اكيد دي البنت اللي شفتها وانا ماشية من شوية. ساعتها الراجل لف وشه عشان اقدر اشوفه. وشه كان عم شكري. شفته وهو بيبتسم ابتسامة غريبة، وفجأة لقيته بيجري من المية. كنت لسه هجري لقيته ورايا بالظبط. مسك رجلي عشان اقع على وشي. فضلت اصرخ بس حط ايده على بقي وشدني ناحية الترعة. كنت خايفة ومرعوبة، مش عارفة اعمل ايه. ايده كانت قوية جدا، مش قادرة اهرب منه. شدني لحد ما بقيت قدام البنت الصغيرة اللي كانت عمالة تعيط. قالها وهو بيضحك هو 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 هخلص عليه وبعدين الدور عليكي. ما قدرتش اشوف ملامحها كويس، بس شفتها وهي بتترعش خايفة وما فكرتش تهرب. جسمها مشلول طبعا. ساعتها عم شكري بدأ يغرقني، وسمع صوته بيقول كلام غريب.
كان بيقول قرية عايزة الحرق، كلهم فاكرين نفسهم أحسن مني. مش قادرة اتنفس. صوته اختفى وطلعني. اخدت نفس وسمع صوته بيضحك وقال قبل ما ينزلني مرة تانية: اللي سافر وعمل له قرشين وجاي شايف نفسه علينا، واللي عمال يؤمر وينهي. روح يا شكري، تعالى يا شكري، حتى ابوك زيهم بالظبط. مش قادرة اتنفس، بموت. خلاص عاش في مصر وافتكر نفسه من البهوات، وجاي شايف نفسه عليا من وانا عيل صغير، وكلهم شايفين نفسهم احسن مني. ابن الفلاح الغلبان اللي اتولد في الارض وعاش في الارض. حد يلحقني. انا هكرههم فيها واحد واحد، هخليهم يندموا انهم فكروا يقعدوا فيها. لما طلعت اخر مرة وشفت البت، اخدت بالي من حاجة مش عارفة ايه هي، بس البنت دي اصغر من اللي انا شفتها بكتير. التانية كانت اكبر من كده. في نفس اللحظة سمعت صوت صرخة من عم شكري. سابني فطلعت. اخدت نفس طويل قبل ما ابص، لقيت عم شكري عمال يلتفت يمين وشمال. كان بيقول سلاما قولا من رب الرحيم. استغربت انه بيقول كده اساسا، مش عارفة ماله. لف وبصلي مرة تانية، ابتسم ابتسامة مرعبة. بس مش ده اللي خوفني. اللي خوفني اني شفت حاجة بتطلع من ورا المية. وش بنت شعرها طويل عينيها كانت بيضة تماما. وشها مش باين، لونه بس كان شاحب جدا. اعصابي كلها ثابت، بقيت برتعش وانا برجع لورا. كان بيضحك وهو بيقول لي: ايه خايفة مني؟ حركت راسي يمين وشمال وفضلت بصة لورا، لقيتها مسكت في رقبته. ساعتها مسكت ايد البنت اللي كانت قاعدة بترتعش وتعيط ومشيت بيها. سمع صوت صرخات عم شكري عمالة تزيد، وعبارة عن صرخات ألم ومرعبة. طلعنا برا الترعة وفي نفس الوقت صوت عم شكري كان ساكت. شفت جسمه على المية بيغرق لتحت، وشفت جنبه وبصت لنا لثواني كأنها بتطمن علينا، وبعدين بتختفي وسط المية. لقوا جثة عم شكري تاني يوم في المية. محدش عارف ايه اللي حصل غير بابا. حكيت له وقال لي ما تقوليش الكلام ده لحد عشان محدش هيصدقك. وحسيت كمان انه مش مصدقني، بس الكلام كتير لما لقوا جثته وعلى ظهره محفور اسم واحدة: نادية. ساعتها اهل البلد كلهم بصوا لبعض. نادية هي البنت اللي غرقت من فترة، بنت العمدة اللي هدد عم شكري انه يطرده من البلد لسبب غير معروف. بس اعلنوا بعد الوقعة دي. العمدة قال انه كان بيولع في اراضي ناس كتير، وانه مرضاش يفضحه، وانه هدده لو عمل كده تاني هيطرده دلوقتي. وقال كمان انه عارف مين اللي عمل كده في بنتي، واكيد هو اللي كان بيعمل كده في عيالكم. وادي ربنا وقعه في شر اعماله. حسبي الله ونعم الوكيل. ده الكلام اللي قاله لنا العمدة. وفضل يعيط. وفعلا من ساعتها موضوع الغرق ما بقاش بيحصل تاني. بس انا قلت احكي لكم، يمكن حد منكم يصدقني. فانت هل تصدق ام لا تصدق؟